هنجح يعني هنجح، هبقى غني يعني هبقى غني، هدخل الجنة يعني هدخل الجنة. الناس ما تقبلتش ده، لكن كل الطلبة اللي سمعونا قالوا برافو، ده كان الطريق الصح. لا عارف غدة درقية ولا عارف بتعمل ايه الغدة الدرقية ولا حاجة أبدا. هنجح يعني هنجح، هبقى غني يعني هبقى غني، هدخل الجنة يعني هدخل الجنة بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. 3 قوانين لو حطيتهم في حياتك تأكد ان ربنا هيعملهم لك، وخلي عندك ثقة في الله. هنجح يعني هنجح، النجاح بيتفرض، النجاح بيتفرض بس ليه ثمن، لازم تتعب، لازم تبذل مجهود، وإلا مش هنجح. نتعب عشان ربنا يكرمنا. طب لما تتعب أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك، متخافش متخافش. وهدخل الجنة يعني هدخل الجنة بعد مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. عارف يعني ايه هدخل الجنة؟ يعني هدخل الجنة يعني هتختشي، هتستحي ان ربنا يشوفك على معصية. 3 قوانين وانا في سنكم كده حطيتها في حياتي. افهموا، النجاح ليه تمن، والغنى ليه تمن، ودخول الجنة ليه تمن. ربنا مش خالقنا عشان يعذبنا ولا عشان يفقرنا ولا علشان ندخل النار، ده رحمن وغفور وكريم. افهموا، يبقى إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لازم تبذل قصارى جهدك، اعمل اللي عليك وقول يا رب، ربنا هيقف معاك، هينجحك وهيغنيك وكمان هيدخلك الجنة. تصور لو انت ضيعت الوقت في كلام فارغ، الشيطان مستنيك. حبيبي ما هم طريقين، طريق ربنا وطريق الشيطان، اختار بقى اللي انت عايزه. لما بتقعد تذاكر انت بتهزم شيطانك، بتهزم شيطانك، وكل ما تذاكر اكتر تأكد ان ربنا هيغنيك وان مستقبلك هيبقى زي الفل. طب وببذل مجهود، الشيطان مش لاقي لك دخله، يبقى ان شاء الله ربنا هيرضى عنك ويبارك في عمرك وهيدخلك الجنة. عايزين نجتهد وعايزين نتعب، ده وقت الكلام ده. انت بتبني اساس لحياتك كلها في الوقت ده. يلا نبني صح ونطلع بالبناء ده صح، عشان نبقى ناجحين وعشان نبقى أغنياء، وإن شاء الله ربنا يدخلنا جميعا الجنة. طب يا دكتور مجدي، نعم، فيما يخص الأحياء وفيما يخص الجيولوجيا، الجزء اللي أنا بدرسه لك هنعمل فيه إيه؟ ركز بقى كده معايا واتقي ربنا وانتبه. قول لي على حاجة واحدة بس، كل الناس اللي بتتابعني قدام عينك أنا قلتها لك وطلعت مش مظبوط. إحنا نقول مع ربنا بس قالوا سمعنا وأطعنا، مش عاجبك قالوا سمعنا وعصينا، اللي يعجبك بقى امشي فيه. فربنا يجعلنا من الطائعين ويبعدنا عن العصيين. افهموا، ده ربنا بس، انما كتاب الوزاره والكتاب الخارجي وملزمه الاستاذ ده من صنع بشر، قد يخطئ وقد يصيب. طب يا دكتور، بخبرتي افهم، وانا بدرس ثانويه عامه وثانويه ازهريه بقالي 42 سنه، شفت ان عشان ادرس التنسيق الهرموني لازم ما امشيش بالترتيب. ما ينفعش اشرح الغده النخاميه واقعد اسمع كلام ملوش لازمه، فشفت ان انا انهي الغده النخاميه دي اخر حاجه اقولها. افهموا، الناس ما تقبلتش ده، لكن كل الطلبه اللي سمعونا قالوا برافو، ده كان الطريق الصح. وان اي مدرس بيطلع يسمع الكتاب ويقول اولا الغده النخاميه ما كانش صح. افهم، ركز، خليك شاطر. النهارده بعد انت ما خلصت بقى الغده النخاميه وخلصت التنسيق الهرموني، ها ارجع بقى كده هتلاقي نفسك كنت بتحفظ ما انتش فاهم حاجه. هي دي مشكلتك. ما انا هطلع اقول الغده النخاميه، الغده النخاميه بتطلع اف اس اتش اللي بيعمل حويصل الجراف. انت عارف يعني ايه حويصل الجراف؟ لا. بتعمل ايه حويصل الجراف؟ مش عارف. ها، الغده النخاميه بتطلع قدام عينك ال اتش اللي بيعمل الجسم الاصفر. انت عارف يعني ايه جسم اصفر؟ لا. شوف، بنسمع الكتب لمجرد انها موجوده. اولا الغده النخاميه بتطلع تي اس اتش اللي بينبه الغده الدرقيه. لا عارف غده درقيه ولا عارف بتعمل ايه الغده الدرقيه ولا حاجه ابدا. الغده النخاميه بتطلع اي سي تي اتش اللي بينبه قشره الغده الكظريه. دلوقتي انت فهمت ان في قشره وفي نخاع. طب ليه الغده النخاميه ما بتنبهش النخاع وبتنبه القشره؟ شوف، كل الكلام ده بقى كنا في غنى عنه لو احنا درسنا قدام عينك بدون ترتيب. طب سؤال، خلصنا بقى التنسيق الهرموني، انتبه، عملنا ايه في ولادنا؟ رحنا شرحنا التكاثر من اوله. كل ده تضييع وقت،
كل ده تضييع وقت. بص، فلوس واشتراك شهري وعمالين نمط في المنهج وبنجهد ولادنا. نسيوا بقى التنسيق الهرموني. نقوم دلوقتي بقى نروح نقول له التكاثر في الانسان حرام، ده ظلم. ما انت هتعوز الاف اس اتش وهتعوز ال اتش وهتعوز الاستروجين وهتعوز البروجستيرون وهتعوز الاوكسيتوسين وهتعوز الريلاكسين وهتعوز البرولاكتين. ما كل ده انت هتعوزه. الدكتور مجدي أروبة شاطر راح واخد الطلبه وراح رايح على التكاثر في الانسان. خلصنا التكاثر في الانسان عشان دول مرتبطين ببعض. الطلبه كلها اثنوا على هذا الكلام وقالوا صح، اللي الدكتور مجدي بيعمله صح. عشان كتاب الوزاره والكتب الخارجيه دي مش كتب سماويه جايه من عند ربنا. فكانت النتيجه خلصنا التكاثر في الانسان. طب يا دكتور الله يهديك انت وهو، التكاثر في الانسان ده انا عامله في 4 محاضرات. نزلنا المحاضره الاولى على اليوتيوب، خش يا ابني وخش يا بنتي اسمعيها. ولا دفعنا حاجه ولا بذلنا مجهود، خش اسمعها. بقى شايف المحاضره دي آلاف الطلبه. اهو بقول كلام بسيط وشرحنا كل التكاثر في الانسان في 4 محاضرات. يبقى ليه تضييع الوقت؟ طيب انت بقى خدت التكاثر من اوله؟ طب انت فاهم حاجه؟ انا بقول لك والله ما انت فاهم. طب ما الدليل؟ عشان انت ضيعت وقت. صور التكاثر اللاجنسي، انشطار ثنائي وتبرعم وتجدد، كل ده تضييع وقت. خلصت دخلت على ظاهره تعاقب الاجيال والتكاثر في النباتات الزهريه. في طالب فاهم النباتات الزهريه اللي لازم تيجي في الامتحان؟ ابدا مش فاهم. طب ما الدليل؟ حبيبي انا سمعت المدرسين، يا اما مش فاهم قدام عينك عمال يكتب على السبوره ويضيع الوقت، بيجيب حته من الشرق وحته من الغرب ومش فاهم الموضوع، وبالتالي ضيعنا وقت ولاد الناس. طب عملنا لك بقى محاضره للنباتات الزهريه ونزلت على اليوتيوب، تتواصل مع فريق عملنا وتخش تسمعها عشان ده لازم يجي في الامتحان. تاني، التكاثر في النباتات الزهريه لازم تيجي في الامتحان لطالب الازهر وطالب الثانويه العامه. على الاقل 3 درجات في الامتحان، وممكن تبقى 4 في بعض الامتحانات و5 وقد تصل الى 6 درجات في الامتحان. طب انا اؤكد لك ان انت مش فاهم حاجه، انا اؤكد لك ده. طب ما الدليل؟ مش انت سمعت يا ابني الكلام ده؟ خش اسمع بقى التكاثر في النباتات الزهريه اللي الدكتور مجدي منزلها على اليوتيوب. دفعت حاجه؟ لا. طب لو لقيت نفسك بقى بتحفظ وما انتش فاهم وبنحل امتحانات للازهر والثانويه العامه وما عندناش مصادر اخرى، افهموا. طب لما تخش بقى يا حبيبي الله يهديك لازم تخلص بسرعه التكاثر عشان ليه درجات كتير جدا. لو انت ثانويه عامه عليه 13 درجه، طب لو انت ازهر اقل حاجه 18 درجه وقد تصل ل 22 درجه التكاثر. يبقى لازم تلم الموضوع ده باقصى سرعه ممكنه عشان ما ترجعش تندم. طب يا دكتور مجدي هتنزل لنا محاضره النباتات الزهريه دي؟ ايوه يا سيدي موجوده على اليوتيوب، تخش تسمعها. بقول كلام بسيط وكلام سهل. يبقى عندك محاضرتين في الجزء بتاع الاحياء اهو. المحاضره الاولى التكاثر في الانسان، عاملينه في 4 محاضرات موجود على المنصه. خدنا اول محاضره ننزلها لك على اليوتيوب، خش بقى اسمعها. والنباتات الزهريه عملنا لك محاضره تخش تسمعها. طب لو لقيت نفسي مش فاهم وعمال احفظ والمدرسين بتحفظني، تواصل مع فريق عملنا بقى وتخش تسمع احنا الكلام ده بنقوله ازاي، وتكمل معايا باقصى سرعه ممكنه. بنقول كلام بسيط وسهل. ده فيما يخص الاحياء. لو سمعت المحاضرتين دول هتكتشف انت بتاخد اموات مش بتاخد احياء، والماده ماشيه في حته والمدرسين والطلبه ماشيين في حته تانية خالص مالهاش علاقه بالقصه. انتبه خليك شاطر. طب يا دكتور الجيولوجيا قصتها ايه؟ حبيبي انت مش خدت المعادن وسمعت المعادن؟ هننزل لك محاضره على اليوتيوب في القصه بتاعت المعادن، خش يا ابني اسمعها. بنحل فيها يا ابني الاسئله، نماذج الامتحانات التجريبيه والوزاره واخد بالك والامتحانات الرسميه، كل ده موجود. ما فيش حاجه من تاليف مجدي فوده. طب لو اكتشفت ان انت ماشي غلط تكمل غلط؟ انا بسال. لو اكتشفت ان انت ماشي غلط، طب الجيولوجيا دي عليها 13 درجه نكمل غلط ولا نخش بقى نتواصل مع فريق عملنا ونلم الكلام ده باقصى سرعه عشان ما عندناش وقت؟ تكاثر ده اقل حاجه 13 درجه، قابله انها توصل 18 و20 وفي بعض الامتحانات للازهر 22 درجه. نخسر الدرجات دي كلها؟ الجيولوجيا 13 درجه نخسر الدرجات دي كلها؟ يبقى حرام عليك. يبقى انتبه وخليك شاطر. بقول كلام بسيط وسهل. كتير من الطلبه تواصلوا معانا الفتره اللي فاتت دي، يا دكتور مجدي انا كنت باخد مع الاستاذ فلان. افهمه، بس انا متردده ان انا اسيبه. امال تكمل غلط يا حبيبي؟ تكمل غلط؟
انا بسأل، تكمل غلط وتدفع الثمن اخر السنة وتتحصر وتحصر والدك ووالدتك، ولا اوقف؟ انا تعبان، رحت للدكتور وكتب لي علاج وخدته وما ارتحتش، رحت له في الاستشارة قال لي كرر العلاج، كررت العلاج وما ارتحتش، اروح له تاني؟ خلاص، ما هو حاول معايا والمحاولات دي فشلت، اشوف حد غيره بقى. انا باخد مع الدكتور مجدي، ما ارتحتش مع الدكتور مجدي، خلاص شوف حد تاني. ولا تكمل غلط، ما هو ده هيكون سبب، لا يضيع مجموعك لا يكون سبب في سقوطك في المادة بتاعته، وبالتالي يبقى انا سقطت السنة كلها. يبقى ليه تظلم نفسك؟ لو مش مرتاح مع الدكتور مجدي سيب الدكتور مجدي وروح لحد تاني. باخد مع مدرس ماشي معايا ومش مرتاح، مش عارف احل، بحفظ وبنسى، واجي احل مش عارف احل، يبقى انت عندك غلط. يبقى غير بقى المدرس، ما تكملش غلط. دلوقتي في ايديك انك تحلها، بعد كده مش هتعرف تحلها. بنقول كلام بسيط وكلام سهل. طيب نروح للجزئيه الاخيره. بيتهيألي يعني ان حضرتك بعد الفتره اللي عدت دي من السنه الدراسيه ما تخليش بقى حد يستخف بيك ويضحك عليك. ما يستخفش بيك بقى عشان ما عندناش وقت. ركز، عشان لو ما ركزتش الدنيا هتبوظ منك. يبقى لازم حضرتك تكون مركز في اللي انت بتعمله. يعني ايه اركز؟ يعني يا سيدي الاوائل، ده وجهة نظر اولياء الامور دلوقتي بسمعها، المدرسين بتستخف بينا، هبعت عمره وهبعت بتاع، كل ده تضييع وقت. ما انت فهمت بقى الكلام ده كله كلام فاضي وكلام فارغ وبنضحك على بعض. الاوائل دول 10، والعيل ده جايب الدرجه النهائيه في كل المواد. فين بقيه الطلبه؟ انت مالك ومال الاوائل؟ كل ما المدرس الطلبه تسيبه نقول الاوائل، هنفضل كتير في الاغنيه دي. خلاص بقى ركز. ما برتاحش للمدرس ده اسيبه، وانا بتكلم ده عن مجدي فوده اولهم. انا مش مرتاح مع مجدي فوده، سيب مجدي فوده وروح لحد تاني عشان ما تضيعش نفسك. عارف التعب اللي انا بتعبه دلوقتي بقوله لك ده ليه؟ انا هخلص بعون الله في خلال شهر 12 التكاثر بالكامل، وهخلص بفضل الله تعالى الجزء الخاص بالجيولوجيا، وهبدا فورا الدي ان ايه والمناعه. انا وعدتكم لازم اخلص المنهج 15/2 وانا عندي وعدي. يبقى شد حيلك بقى معانا شويه وابذل شويه مجهود عشان نخلص. الجزء الخاص بالمناعه والدي ان ايه احنا بدانا من اليوم فتح باب الحجز فيه. تتواصلوا مع فريق عملنا الناس اللي هتحضر. طب ليه؟ عشان السنه اللي فاتت جيت ابدا الدي ان ايه ده وابدا الجزء بتاع المناعه، كانت النتيجه ان مئات الطلبه وعدد كبير جدا من الطلبه قدام عينك انضم لينا وعمل لنا ربكه في العمليه التنظيميه. فاحنا فاتحين باب الحجز من دلوقتي قدام عينك اهو بدون اجهاد وبمبلغ بسيط ما يرهقش ولي الامر، سواء المناعه او الدي ان ايه. فالطلبه اللي تواصلوا معانا الفتره اللي فاتت دي، واخد بالك انت، هيسجل اسمه ويخش يحجز بمبلغ بسيط عشان يكمل معانا ان شاء الله. حبايبي اولياء الامور، انا عارف ان انتوا تعبانين مع اولادكم، بس انا هذكركم للرسول سبحانه عليه الصلاه والسلام قالوا دي فن تربيه اولادنا. لاعبوهم 7 وبعدين اضربوهم 7، الضرب اللي فيه رحمه اللي يعلم، وصاحبوهم 7 من 14 ل 21 سنه. ده الوقت اللي لازم نصاحب ولادنا فيه. فمن فضلكم، انا عارف ان احنا تعبانين وبنبذل مجهود كبير جدا معاهم، ولكن نصيحه لله عشان بعد كام شهر واولادنا بقى يبقوا فرحانين. تصور كده لو ابننا ما وفقش هيتكسر نفسيا وهيرهقك ويتعبك. فانتوا بتبذلوا مجهود غير طبيعي معاهم، بس نبذل شويه مجهود الشهرين 3 الجايين دول معاهم اكتر. الثانويه العامه مش 3 و4 و5، الثانويه العامه دلوقت. فلو سمحت نتعب معاهم شويه، نسمعهم كلمه طيبه، نقف معاهم. ليه؟ عشان احنا برضو اللي هنشيل القرف كله. ما هو العيل ده لو ما جابش مجموع هنقعد نلف على الجامعات الخاصه وهنرهق اولياء الامور تاني. يبقى نتعب مع اولادنا دلوقتي ونسمعهم كلمه طيبه ونرفع معنوياتهم ونصاحبهم. لماذا؟ عشان نرتاح ونريحهم، عشان ربنا يفرحكم بالمجموع اللي يرضيكم ويفرح ولادنا وما يتكسروش ابدا. ربنا ييسر لهم الامور ويفرحهم وينجحهم ويسعدهم ويفرحكم بيهم ويفرحني انا كمان بنجاحهم ان شاء الله. ارجو ان الكلام بتاعي ده يكون كلام مهم، ونركز علشان نبذل اقصى مجهود ممكن الفتره دي، وربنا يسعدكم ويبارك في اولادكم ويبارك في صحتكم ويفرحكم بنجاحهم ان شاء الله ويفرحنا بتفوقكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.